nothing compared to Egypt. إنها جنة الصحراء، واحة سيوة. عندما تنظر إليها من بعيد تشعر أنك أمام لوحة فنية رائعة الجمال. تفتح عينيك فتتراقص أمامك شواشي النخيل، وتتدلى من أعناقها عناقيد البلح. تلمع من بعيد البحيرات الملحية، ويتحرك حولك بحر الرمال العظيم. تتلألأ حدائق الزيتون، وتتفجر حولك عيون متدفقة. وعندما تغمض عينيك تصغي إلى أصوات الطبيعة في المكان. إنه البراح والانسجام المريح. تعد واحة سيوة إحدى المنخفضات الكبرى في الصحراء الغربية بمصر. تنخفض عن مستوى سطح البحر بما يزيد في المتوسط عن 10 أمتار، وتبعد بنحو بضعة عشرات من الكيلومترات عن الحدود الدولية بين مصر وليبيا. أهلا وسهلا بكم في سيوة، برنامج مصر الجميلة في القنوات المصرية الفضائية. شرفتوا سيوة ونورتوها. أنا عمر راجح، شيخ قبيلة في هذه الواحة، في واحة سيوة الجميلة اللي هي جزء من مصر العظيمة اللي فيها كل حاجة جميلة. فأهلا وسهلا بكم في واحة سيوة. واحة سيوة بتقع في الجنوب الغربي لجمهورية مصر العربية. احنا في أقصى الجنوب في حدودنا الغربية مع ليبيا، وحدودنا مع الواحات البحرية. واحة من أجمل الواحات المصرية من ضمن 5 واحات موجودة في سيوة. ناسها الموجودة في سيوة هم خليط من البدو والأمازيغ، عاشوا في هذه الواحة وحياتهم مستقرة، عايشة على الزراعة والآبار الرومانية اللي تورثناها من الرومان، وموجودين في هذه الواحة. معروف عن الحضارات الفرعونية والحضارة الرومانية ان جيش قمبيز لما جاء عشان كهنة امون او يهلك كهنة امون، اتدفن هنا في بحر الرمال العظيم الموجود في سيوة. ومعروف زيارة الاسكندر الاكبر لما جاء واحد سيوة علشان يعرف مستقبله من كهنة امون الموجودين في الواحة. لكن مش معروف ان الامازيغ بعد الفتوحات الاسلامية حصل لهم جفاف، فقبيلة من قبائل الأمازيغ اللي هي قبيلة الشاوية، وعرفت واحة سيوة من خلال الحجيج اللي بيمر من الغرب للشرق إلى هذه الواحة، وفيها المية، فيها العشب من العصر الروماني. فجم قبائل من الشاوية لهذه الواحة. لما جاء الواحة لقى المقصد، لقى المية ولقى العشب ولقى الحياة اللي الناس عايشة فيها دلوقتي، جم مجموعة من العرب أو جم قبائل من العرب وجورت الأمازيغ، وبقى خليط من البدو والأمازيغ. الواحة فيها كتير من الآبار الرومانية دلوقتي بيستغلوها في السياحة وفي المزارات السياحية، زي عين كليوباترا أو عين جوبة، زي عين فطماس، زي عين قريشت. كل الآبار الرومانية الموجودة في الواحة اللي بتدي لسيوة الجمال، وبتدي الرقعة الخضراء اللي بتشوفها أول ما بتخش الواحة أو بتطلع مرتفعات، وبتشوف إن سيوة كلها يعني غابات من النخيل في هذه الصحراء. سيوة فيها التمر وفيها الزيتون، ودي الحاجات الأساسية أو الرئيسية اللي بيعيش فيها الإنسان السيوي. بنعمل مهرجانات للتمور، بيجي كتير من الناس المهتمة بالتمور للواحة. في شهر أكتوبر بنعملوا مهرجانات، والناس بتحضرنا هنا في سيوة عشان بنبدع في أنواع التمور اللي احنا بننتجها في الواحة. بالنسبة للزيتون احنا بنعصر أحسن زيت زيتون،
ومعروف زيت الزيتون السيوي، لأن سيوة بعيدة عن التلوث وبعيدة عن الكيماويات، وما فيش يعني حد بيستخدم كيماويات في الواحة. وإحنا دلوقتي بنسجل واحة سيوة كلها زراعة عضوية، زي ما احنا جبنا لها شهادة من الأمم المتحدة إنها واحة ذات زراعة تراثية. عندنا الآثار الرومانية والآثار الفرعونية الموجودة في الواحة، احنا يعني ده اللي بتجذب لنا السياح الأجانب والناس المهتمة بالآثار بيجوا لواحة سيوة. عندنا معبد أمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، عندنا جبل الموتى. يعني لو قلنا جبل الموتى الناس تقول ايه جبل الموتى، لأن كان في موميات والسويين في الحرب العالمية جم يستخبوا من الضرب، دخلوا في هذه المقابر الفرعونية الموجودة من الأسرة 23 للأسرة 26، فلقوا ناس موميات موجودة جوه فسموه جبل الموتى. عندنا يعني عندنا حضارة رومانية في المقابر الرومانية الموجودة في المرائي. عندنا يعني آثار قاعة تتويج الإسكندر اللي جاء الإسكندر الأكبر خصيصا علشان يتوج ملكا على المنطقة في هذه الواحة، وعرف من الإله أمون إن هو يعني ابن أمون، وده اللي فتح فيه المنطقة كلها بدون أي معاناة. فلما الشباب بيطلع الصحراء، بيطلع الكثبان الرملية في بحر الرمال، بيعمل يعني حركات في الرملة وبيطلع على البحيرات، في بحيرات سخنة وفي بحيرات باردة في جوه الصحراء. يعني الإنسان لما بيجي سيوة لما بيشوف الصحراء بيقول سبحان الله. ومن أجمل رحلات السفاري بتشوفها في واحة سيوة. فيعني سيوة لها تاريخ قديم من الفراعنة ومن الرومان، ولها تاريخ حديث من الأجيال الجديدة اللي موجودة في الواحة، بالحاجات الجديدة اللي احنا عملناها زي البيت السيوي اللي عملناه يعني عملنا متحف لكل المقتنيات السيوية علشان كانت تندثر في الواحة، فعملنا عليها يعني عملنا المنتجات دي في هذا البيت اللي نموذج للبيوت السيوية القديمة، وعملناه متحف بيزوروه الزائرين للواحة. وكمان عملنا مركز لتوثيق التراث لما لقينا ان التراث في سيوة مع الأول كان الانغلاق أو عدم وجود طريق بيوصلنا لأول محافظة اللي هي محافظة مرسى مطروح، ده اللي حافظ على يعني البعد المكاني وعدم وجود الطريق، ده اللي حافظ على السكان في سيوة انهم يحافظوا على تراثهم ويحافظوا على يعني تقاليدهم وعاداتهم. فعشان كده لما لقينا ان السماء اتفتحت والطرق بقت تتعمل في الواحة وتفتح الواحة، فكرنا ان احنا نجمع التراث الموجود، فجبنا شباب من سيوة اطلقناه في الواحة
الكلام ده في 2009، سنتين ونص وهو بيجوب في الواحة وبياخد أخبار من المعمرين. وعملنا احنا لجنة مرجعية للمادة اللي بيجيبها، ووثقناها وحفظناها وصورنا فيها كل التراث اللامادي الموجود في الواحة، وعملنا فيه مركز لتوثيق التراث، وده موجود جنب البيت السيوي علشان الباحثين والمهتمين والأجيال الجديدة تعرف تراثها المحفوظ بطريقة علمية في هذا المركز اللي بيضاهي المراكز العالمية للتراث. يعني سيوة من الأماكن حقيقة هي جميلة وبتغني بيها مصر. مصر فيها كتير من الأماكن الجميلة، يعني اللي لف العالم وشاف العالم هيلاقي الموجود في مصر من آثار ومن أماكن جميلة تجذب السائح. ده مش موجود في كتير من دول العالم اللي الناس بتهتم بيها، لكن لما بيجي على آخر حدود لمصر في بقعة زي سيوة بيلاقي هذا الجمال وهذا الكم الجمالي الموجود في الواحة. ده بيدي غنى لمصر، إن مصر فعلا جميلة، ومصر فيها اللي الأجيال تفتخر بيه وتوريه للعالم كله، وتقول هي دي مصر الجميلة اللي احنا بنفتخر بيها مهما الظروف بتمر بيها. احنا بنفتخر ببلدنا وبنفتخر بمصرنا، ان فيها يعني موقع جغرافي وعندها أماكن يعني جميلة. كل العالم بيعشق انه يجي يزورها. فليه المصريين ما يجوش ويشوفوا هذه الأماكن الجميلة ويغنوا بمصريتهم ويقولوا هي دي مصرنا ودي بلدنا ودي اللي احنا بنموت عشانها وبنعيش عشانها. مصرات كويست، مصرات خلصن كويست جلان نخني سيوان. كلامنا بالسيوي، مصرنا جميلة، مصرنا يعني أجمل من الجميلة. هم دول سكان سيوة، وهذه اللغة اللي هم بيتكلموها هي اللغة الأمازيغية، بيكلمها كل شمال أفريقيا. لغة خاصة بتتكتب وتتنطق ولها حروفها، لكن السيويين بينطقوها وما بيكتبوهاش. لكن الأطفال لما بيتولدوا بيتكلموا السيوي
او اللغه بتاعتنا الامازيغيه لحد لما بيخش المدارس عشان يتعلموا اللغه العربيه. صحيح ان كل بلد لها عادات ولها تقاليد ولها اعياد ولها احتفالات، فاحنا السويين بنفتخر باعيادنا وباحتفالاتنا وبحياتنا الخاصه الاجتماعيه اللي احنا بنعيشها. احنا عندنا طبعا الاعياد العيد الكبير والعيد الصغير لهم بهجه ولهم حياه خاصه بالسويين، لكن بنقول العادات اللي ما يعرفوهاش كل الناس زي عيد السياحه اللي احنا بنيجوا للجبل الموجود خلفي اللي هو اسمه جبل الدكرور، في ساحه من الرمال موجوده في المكان، فكل السويين بيجوا في شهر اكتوبر بيقعدوا 3 ايام في هذه الساحه وسميناها عيد الساحه او عيد السياحه. بناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وبنتصافى وبنتسامح، وبالليل نذكر ربنا على ضوء القمر، وبنحتفل في 3 ايام بيبتهجوا بيها الشباب والشيوخ في هذه الواحه. عندنا عيد الحصاد وده اندثر دلوقتي، لكن هو من الأعياد الجميلة بتتعمل في سيوة، إن بعد جمع المحاصيل من القمح ومن الشعير ومن الزيتون ومن التمور بييجوا الأهالي في سيوة، كل واحد بيجيب طبق من المأكول اللي عنده في البيت، وبيقعدوا في ساحة سيدي سليمان أو مسجد الكبير اللي احنا بنسموها ساحة سيدي سليمان، وكل الطوائف المتصوفة أو الفرق الشعبية بتيجي وتحتفل معانا في هذا اليوم الجميل. احنا الأفراح عندنا لها برضو حياة خاصة. الأفراح عندنا لها عاداتها ولها تقاليدها. احنا بنيجي الشاب طبعا ما فيش اختلاط هنا ما بين المرأة والراجل، لكن بيشوف الشاب بيشوف البنت في عيد السياحة، لأن بيبقوا موجودين في هذه الساحة كلنا مع بعض، أو في مولد النبي بأم البنات أو الأم اللي عندها بنات بتلبس بناتها أحسن ما عندها، وبتعمل لها الحلويات من بالليل، وبتجهز لها الحاجة اللي تطلع بيها وتجوب فيها في الشارع، وبيزوقوا بعض من الحلويات المعمولة في كل بيت. وهنا يقدر يسأل الشاب عن الفتاة وعن أهلها. دلوقتي في المدارس وفي عندنا مدارس مختلطة، فبتسهل هذه المأمورية، وبيبقى في إن يعني البنت بتشوف الولد وممكن يسأل عن أهل البنت، وبعد كده بيروح بيبلغ والدته، علشان والدته تسأل هل البنت مخطوبة أو مش مخطوبة، ويسألوا الأب عن أهل هذه البنت، وبياخد الأب هو وحد من اخواته او اعمامه بيطلعوا عشان يطلبوا البنت عند والدها. ولما بتحصل موافقة بتبقى الزيارة للشاب محددة، مش على طول. الزيارة بتبقى في الأعياد، في العيد الكبير والعيد الصغير، علشان يروح يزور العروسة بتاعته أو يهديهم بالمنتجات المحلية اللي احنا بنزرعها في هذه الواحة. ولما بنحدد يوم الفرح بيدعي الشاب ووالده، بيدعوا أصدقائهم وأقاربهم وبيدعوا الجيران علشان يقعدوا في ليلة ويفكروا يدعوا مين من المعازيم من أهالي واحد سيوة. بيكتبوا الناس في كشوف في ورق في كشوف، وبعد كده بيدوها للشباب علشان يبلغ الناس. بيبقوا المدعوين من 1000 ل 1500 ل 2000 مدعو، بيبلغوهم بالواحد. بيطلع شاب من كل حارة بيبلغ الناس الموجودة في الحارة بتاعتهم. بيبلغوه ان الفرح تحدد مثلا الخميس والجمعة، علشان الخميس بيجوا المقربين علشان يساعدوا اهل العريس في تجهيز الذبائح وتجهيز أماكن الطبيخ، وبيرتبوا بيت العريس وبيوت جيرانه لاستقبال الضيوف لليوم اللي بعده اللي هو يوم الجمعة. في يوم الخميس بتطلع زفة بعد صلاة العصر من البنات والأولاد الصغيرين اللي هم من أهل العريس وأهل العروسة، وبيطلعوا بالعروسة وبيشهروا فرحهم. بيجوبوا بيها في الشوارع، وبيطلعوا لميدان السوق اللي هو السنتر بتاع الواحة، وبيطلعوا لعين العرايس ومقر سيدي سليمان في وسط سيوة.
بيعملوا الزفة بتاعتهم، بيرجعوا العروسة تاني لبيت أهلها، وبييجوا بالليل يعملوا الزفة للعريس. أهل العريس بياخدوا الشباب من أصدقائه وأقربه، بياخدوه على أقرب بئر موجود أو عين رومانية، بيطلعوا بالليل بزفة ويروح يغير يستحمى في العين ويرجعوا بيه في زفة. وبعد كده بالليل بيطلعوا أهل العريس لبيت العروسة علشان يجيبوا العروسة، وتاني يوم يجوا المعازيم يباركوا للعريس في مكان، ويباركوا لوالده في مكان تاني، ويتغدوا وينقطوا العريس، وبيبقى ده اليوم الثاني للفرح. وبيمتد الفرح عندنا لمدة 3 أيام. في اليوم الثالث بيطلعوا أصدقاء العريس بالعريس، بيسموها تيسرحت، أو بيطلعوا على مزرعة من مزارع أهل العريس أو أصدقائه، وبيقضوا وقت جميل مع الفرق الشعبية الموجودة، وبيرجعوا علشان يقعدوه هو ووالده، لأن في ال3 أيام ما يكونش من العادات في سيوة ما يكونش قابل أبوه، فبيرجعوا بزفة على مقر الوالد. وأهل العروسة بيجيبوا بعض الحلويات علشان هذه المناسبة، وبيدخلوها على البيت اللي موجود فيه الوالد، وبيحتفلوا مع بعض على نهاية الفرح. وبعد كده المعازيم بتمشي، بيبقى العريس مع والده في البيت الجديد اللي في الواحة. في 7 يوم بعد بيرجعوا أهل العروسة عشان زيارة بنتهم، بيكون مجهز لها فستان مخصص لهذه المناسبة، بيسموه ناشرح نحواق. بيتعمل بالتطريز السيوي من الحرير الطبيعي، وبتعمله أم العروسة من أول ما بتتولد البنت، هي بتجهز فيه. بيبقى فيه النصائح باللغة الأمازيغية على هيئة نقوش، وبيبقى فستان معمول يعني بالتطريز اليدوي، وبتلبسه في اليوم ده. وكمان البنات او الشابات العرايس الجداد كلهم بيلبسوا نفس الزي علشان يقدموا الضيافة على أهل العروسة لما بيجوا بهذا الزي. وبيبقى يوم بيسموه يوم الشماتة، والعريس أو أصدقاء العريس بيجهزوا قلب النخلة اللي احنا بنسموه الجمار، وبيزينوه ببعض الحلويات والنقود والحمام، وبيديه هدية لحماته في هذا اليوم السابع. سيوة عندنا كتير من العادات والتقاليد الجميلة، أهمها إن السيويين عندهم تكافل اجتماعي بالفطرة. يعني عندنا مثلا في حالة زي ما قلنا الفرح لازم ننوه عن المياتم، وإزاي بيحصل تجهيز المتوفي ودفنه. أول ما بيحصل حالة وفاة في الواحة بيجوب المنادي هو وسيلة الإعلام في الواحة، وبياخد راتبه من كل أهالي الواحة، وهو بيبقى واحد من البسطاء، وبيبقى يعني مراسل للشيخ. كل يوم بيمر على الشيخ علشان لو عايز يبلغ للقعدة أو يبلغ أي شيء للقبيلة، هو المسؤول عن هذه الإجراء. وكمان في حالة الوفاة الشيخ أو أهل المتوفي بيبلغوه إن في وفاة في البيت الفلاني، هو على طول يطلع ويلف في الشوارع ويبلغ الناس إن في حالة وفاة، والناس كلها تعرف. بتيجي حتى المتخاصمين لازم يجوا. المتخاصمين في العادات عندنا في حالتين بتذوب فيها الخصوم، زي حالة الوفاة أو حالة الحريق. لو حصلت حالة حريق كل الأهالي بيساعدوا على إطفاء الحريق، حتى الخصومات في اليوم ده بتتنسي، وترجع الخصومة بعد إطفاء الحريق أو بعد تجهيز المتوفي ودفنه وتأدية واجب العزاء. فيعني دي الحاجات الجميلة اللي نفسي كل الناس يتعلموها، إن في أوقات ما ينفعش نبقوا متخاصمين
الخصام يعني احنا وسيله، يعني وظيفه الشيخ في سيوه هو حل مشاكل الناس، هو تمثيل القبيله في كل المراسم وكل الاماكن الرسميه. لكن في يعني ما ينفعش يبقى في يعني اشغال للشيخ او لعواقل القبيله في يوم الوفاه او في وقت الحريق. ده ما يبقاش فيه خصومات، حتى الخصومات الكبيره بتنتنسي وبتنتهي المهمه، بتقوم في المهمه، وبعد كده بنشوفوا الخصومه بعد هذا الحدث. عندنا الحقيقه يعني عادات كتيره جميله في الواحه، لكن سردها بيبقى صعب. لكن زيارتكم للواحه هتوري لكم واحه من اجمل الواحات، زي ما قلنا إن هي جزء من مصر، وهي بتغني بيها مصر وبتقول للناس كلها هي دي مصر الجميلة. Nothing compares to Egypt.